تصريح خطير من الحكم الشهير صاحب تقنية الفار وصاحب الردات الفعل داخل المباريات، إنه الحكم الشهير بعد فضيحة التحكيمية في مباراة إيران ضد مصر. ورسميا الحكم الشهير يقول هذا الشيء بخصوصية التحكيم الظالم في هذه المباراة وخصوصا لقطة التسلل. لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد، إذا كنت ترى بأن مصر لا تستحق التأهل إلى الدورية الثانية وبأنهم إيران ظلموا في هذه المباراة، ضع لايك للفيديو لكي ينتشر. بعد شد وجذب وبعد الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة الرابعة، جاءت التطورات لكي تقوم إيران بالتعادل بعد أن أضاعت ركلة جزاء. وبهذا الصدد كان الكل يقول بأن المباراة تتجه نحو تعادل 1-1، لكن في الدقيقة 93 ومن ضربة حرة استطاعت إيران أن تسجل هدفا، لكن الحكم الظالم قال بأن هذا الهدف غير شرعي وبأن الهدف في تسلل. لكن في الواضح هو أن النشطاء تداولوا صورا تظهر اللاعب المصري المدافع وهو يقتل التسلل بيدعي أنه قتل التسلل. المنتخب الإيراني رسميا هو من يستحق الفوز في تلك المباراة، بل ظلم تحكيميا من طرف الحكم الذي كان يدير المباراة.